السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. طبعا بناء على طلبكم انتوا حبيتوا ان انا اصور لكم تاني في محل ادوات الحلويات. فانا صورت لكم الفيديو ده مخصوص عشان خاطركم، عشان خاطر كل اللي طلب مني. طبعا لو انتي اول مرة تشوفي قناتي، انا دعاء ابراهيم. قناتي بتخص التورت والحلويات والمعجنات، كلها حاجات تعليمية وسهلة وبسيطة جدا. النهاردة عاملة معاكم جولة في المحل القمر ده موجود في الزقازيق في الشرقية. الزقازيق في شارع اسمه شارع الحمام. المحل اسمه ابو سنة. شايفين الطبارات القمر دي؟ هقول لكم اسعار كل حاجة بالتفصيل، كل حاجة في المحل هعرضها لكم بالتفصيل. طبعا هو الفيديو طويل شوية، بس والله فيه تفاصيل حلوة جدا جدا، وفي حاجات جميلة قوي قوي. اتمنى تكملي الفيديو للنهاية، لانك انتي هتستفيدي منه كتير قوي والله، لاني مصوره لك كل حاجة هنا بالتفصيل. كل شغل عجينة سكر، القطاعات، كل حاجة، وقايله لكم الاسعار كمان. طبعا وهعرض معاكم كل حاجة هنا انتوا شايفينها. ما تنسوش اللايك والاشتراك. طبعا احنا دلوقتي هنبدأ الفيديو مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا مع بعض نعرض كل حاجة على الطبيعة ونشوف الاسعار ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ طبعا انا النهاردة واخداكم في محل ابو سنة للادوات الحلويات. طبعا زي ما انتوا طلبتوا مني ان انا اصور لكم تاني في المحل، فانا جيت مخصوص عشان اصور لكم بناء على طلبكم. معايا هنا بقى الانسه منى، هي صاحبه المحل او المسؤوله عن المحل هنا. هتوصف لكم العنوان فين بالظبط. العنوان هنا عشان اللي يجي المحل هنا في شارع الحمام. عند كشري الرشيدي. بتخشي شارع الحمام عند كشري الرشيدي. بتخشي في الشارع اللي على نصيته كشري الرشيدي، قدام محل البيض. وفي محل بيض قدام المحل، محل اسمه ابو سنة اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، ده في شارع الحمام. لو هتجيله من ناحيه من هنا كده، من عند السجن تقريبا كده، من عند السجن. من عند السجن. لو هتجيله من ناحيه السجن كده اللي هو شارع الحمام. تمام. هنبدأ بقى نعرض الحاجات اللي موجودة عندها. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. بصوا، طبعا انا المرة اللي فاتت خدتكم جولة سريعة كده. بصوا في العلب بتاعة التورت اهي، كل ده فوق انا ما صورتهوش ليكم المرة اللي فاتت. وفي شغل رمضان كله. بصوا كل شغل رمضان نزل اهو، اللي هي المقبات والعلب والحاجات بتاعة رمضان، بتاعة الكنافة بقى، والحاجات دي كلها نزلت. فهنبدأ نعرض مع بعض بقى الحاجات دي كلها. هبدأ معاكم الاول طبعا بالحاجات السيليكون والقطاعات. هنبدأ مع بعض بالقطاعات، وهي بقى ايه استاذة منى تقول لنا. وفي على فكرة هنا بصوا، يعني كل حاجة انتوا عايزينها ما شاء الله موجودة عندها، كل حاجة موجودة عندها. ده كله كده قطاعات طبعا عشان الصبليه بقى وعشان الحاجات دي. هنا كده اهي، دي الاشكال بتاعتها اهي، اللي هو كل ده كده الحاجات دي كلها اشكالها اهي زي ما انتوا شايفين كده. حاجة رمضان كلها، كل ده كل القطاعات هنا. الاسعار بقى ايه اهي، الاسعار مكتوب عليها زي ده كده. الاسعار ديت بتاعتها دلوقتي مش كده، ان انتوا عارفين الاسعار في تغيرات وحاجات زي كده. بصوا دي الاشكال اهي. تمام. ودي برضو قطاعات اهي للحروف. ودي اللي هي المكوه، اسمها المكوه صح، بتاعت عجينه السكر. هنا كده دي كلها دي قطاعات عجينه سكر الحروف. وهنا دي حقنه بتتبلي بيها علشان تتبلي بيها اللحوم والفراخ والحاجات اللي زي كده. انا كنت شفتها على النت دي بس مجربتهاش يعني لسه. ودي برضو اهو طقم قطاعات. ده قطاعه مش كده؟ يعني لا بصوا دي انا عشان ما جربتش الحاجات ديت، ففي حاجات انا ما جربتهاش، فايه هي هتشرح لنا كل حاجه، لان انا برضو زيكم يعني في حاجات اعرفها وحاجات ما اعرفهاش. دي قطاعات بتديكي اللي هو الشكل ده اللي على اهي. بصوا هتوريها لكم اهي. دي قطاعه بتديكي نفس الشكل ده كده. دي بقى سعرها كام؟ 35. سعرها 35. تمام. في هنا بقى قطاعات كلها اهي. بصوا من اول، هجيبكم من اول هنا كده. دي سعرها 35 مش كده. والصغننه دي اللي هي النجمه اهي، دي 25. في دي كل ده كده 30. بصوا الاشكال بتاعتها اهي. دي الاشكال بتاعتها كل ده كده 30. دي الفيونكه اهي، ودي ورقه شجر، دي الورده،
بصوا كل القطاعات بقى اللي انت عايزاها هتلاقيها موجوده. ودي كمان اهي، مش عارفه اوضح لكم كده. والقطاعات اللي فوق دي برضو اهي. ده قطاعه بتطلع ايه الشكل اللي هو البرواز، بتطلع الشكل اللي انتوا شايفينه فوق ده كده. ودي واللي هي دي ايه؟ ختمت حروف. دي ختمت حروف. دي سعرها؟ طب خلاص. طب اللي دي اللي هي قاعدة الوردة. دي القاعدة. ايوه ديت اللي بتعملي عليها الوردة البلدي. تمام. ده طقم اسفوتالات اهي. بصوا القالب السيليكون ده عشان تعملي فيه ايس كريم او تعملي فيه كيك. بتحطي العصايه الستيك هنا كده. عندها على فكره العصيان الستيك بتاعتها. بصوا في دي ب 100 جنيه، وفي هي دي بكام؟ دي بكام؟ 85. ودي ب 85. دي بصوا دي 4 85. ده السيليكون، والعصيان بتاعتها موجوده عندها هنا. بصوا دي الخرامه العجين، خرمي بيها العجين. وفي القالب السيليكون ده اهو. ده الحروف، حروف وارقام اهو، اللي هو الحجم الكبير قوي بقى. وفي حاجات بقى شغل عجينه السكر اللي زي كده، سعرها 45 جنيه اهي عشان تعملي بيها اطارات. بصوا شكلها حلو جدا. دي ب 45 جنيه. في بقى هنا ده طبعا احنا الطبرات، شفنا الطبرات قبل كده اهي، الطبرات والحاجات دي. كل الحاجات اللي هنا بقى ده شغل الايه، القوالب السيليكون. قوالب السيليكون او المولد السيليكون، مولد سيليكون. بصوا دي الورده اهي، شوكولاته، اللي هي حاجات الشوكولاته كلها. بصوا هنا دي كده الورده. الحاجات دي تقريبا السعر أربعينات. هنا اللي هي الهاف بول اللي هم دول 50. تمام. الهاف بول اللي هم دول كده في 50. ودول ده 35. بصوا. وفي ده بكام؟ 35. في بقى المولدات او القوالب السيليكون دي اللي هو القلوب. بصوا في ده بتعملي فيه كب كيك الاشكال دي اهي. ده ب 55 جنيه شايفينها؟ دي ب 55. وفي الطقم ده طقم كامل اهو، مش عارفه واضح لكم ولا لا، اللي هو ده الشكل ده حلو قوي قوي. ده ب 95 جنيه. وفي بصوا الطقم ده تحفه، ده ب 100 جنيه. وفي دي بتحطيها على التورته، بتستخدميها كذا مره على فكره، مش كده؟ دي بتستخدميها كذا مره، بيبقى فيها كذا واحده ولا هي واحده بس؟ شكل واحد بس ب 20 جنيه. بصوا سعرها 20 جنيه. بتحطي دي كده على التورتايه وبتبداي تحطي اللون اللي انت عايزاه هنا من الكريمه، بتديكي نفس الشكل دي، نفس الشكل ده، نفس الرسمه يعني. وهنا دي القلوب اهي، الواحده ب 25 جنيه. دي اللي بتحطيها على التورتايه برضو. بصوا دي حلوه جدا، بتحطيها على التورته نفسها وتحطي لون الكريمه اللي انت عايزاه على الحرف بتاع التورتايه من بره، بتديكي نفس الرسمه دي جميله قوي. دي سعرها كام؟ دي الواحده ب 45 مش كده؟ الشكل ب 45 جنيه اهو. واضحه؟ دول الثلاث اشكال اللي موجودين منها. وطبعا قلنا الحاجات دي اللي هو شغل عجينه السكر بتعملي منه الاطارات، بتعملي منه الاطار. ودي برضو اهي، بصوا دي بتحطوها على التورتايه نفسها وتحطوا اللون، بيطلع لكم نفس الشكل ده. في ايه تاني؟ في طبعا هنا وده بتاع كب كيك برضو، كب كيك. ودي الحروف. كل دي بقى المولدات السيليكون زي ما انا قلت لكم. في ال 3 دي القلب الابيض اهو، اللي هو القلب الابيض 3 ده. والقلب التاني دي فيها 6 ودي فيها 8. وفي فوق الدوناتس وجنبها الشباك، مش عارفه واضحه لكم، هقربها لكم عشان تشوفوها اهي. هنا دوت قالب سيليكون للدوناتس والشباك. بصوا يعني اي حاجه من ناحيه القوالب السيليكون هتلاقوها موجوده هنا. اي رسمه انت عايزاها هتلاقيها موجوده. ده غير ان موجوده عندها كمان زي ما انا قلت لكم شغل رمضان كله، كل القواعد والعلب والحاجات دي بتاعت رمضان
كلها موجوده عندها. حاجات هنا برضو اهي، بصوا الشكل ده. ودي الطبرات اللي انا كنت وريتها لكم المره اللي فاتت اهي، ده كله كده طبرات. بصوا ده قالب لوحده كده، بتحطي فيه الشوكولاته كده اهي، شايفين ده شكله. في منه اشكال ولا في منه اشكال. بصوا ده بكام؟ ده 25 جنيه. هجيبها لكم هنا عشان تشوفوها شكلها في الاضاءه. دي الواحده ب25 جنيه، بتعملي منه شكل الايه الشوكولاته الواحده. خلاص كده انا خلصت معاكم الجزء ده. هنخش بقى هنا على الحلل. عندها الحلل بتاعه التورت كلها جميع المقاسات، بصوا. وعندها الفورمه دي اهي، او الحله الصغيره اللي هي دي. كل بقى المقاسات بتاعه الحلل بتاعه التورت موجوده عندها. انا عصيان الشيش طاووق كلها موجوده عندها، والحاجه كل حاجه عليها سعرها. السعر ايه بقى تعرفهم؟ هي منى بس سابتني وانا قلت اكمل معاكم. ده ترمومتر الحراره، بتقيسي بيه الحراره اهو، تمام. وهنا بقى طبعا ديت الاكياس الحراريه موجوده عندها دي. وعندها كل شغل عجينه السكر، كل شغل عجينه السكر موجوده عندها. في الاسكلابر ده او اسكلابر ايا كان، بس عشان ميبقاش فيه تعليق ليا على الكلام، ماشي. والسكاكين كلها، السكينه المنشار، وفي عندها اللي هي المنشار بنقطع بيه الكيك، بصراحه تحفه جدا جدا، انا يعني لا غنى عنه. السكينه انا بستخدمها بس للجاتو، دي سعرها 30 جنيه ودي سعرها 65 جنيه. بصوا سعرها نزل على فكره، سعرها كان اخر مره سأل عليه كان 85 جنيه سعرها هنا عندها. وعلى فكره عايزه اقول لكم المحل هنا بيبيع جمله. هنا بقى كل ده طبرات، كل ده شغل الطبرات. بصوا طبرات الخطوبه اهي، وهابي بيرثداي داي والخاتم وكل الحاجات دي موجوده هنا. طبر الخاتم لو طرط صغيره، وطبرات للاطفال كمان. وفي هنا الطبرات اللي هي الارقام. بصوا هابي بيرثداي داي اهي، هابي بيرثداي متزعليش. بصوا كل دي كده الطبرات اهي. وفي دي بقى لحفل زفاف او حاجات زي كده اهي. بصوا حلوه قوي. دي الواحده بكام؟ متعرفش الواحده بكام؟ واحده ب15. ودي ب 18. فين؟ دي ب15 ودي 18 ودي ب18. وده الصغيره دي كل ده كده 18. والصغيرين دول برضو لا دي ب5. دي ب5 جنيه الواحده. والله جميله قوي حلوه. يعني دي ب15 ودول ب18، تمام. عندها هنا بقى الكيس، اكياس الحلواني اهي اللي هي القماش. وعندها الاكياس اللي هي السيليكون موجوده عندها اهي كل ده. وهنا شيلات البسبوسه اهي، البسبوسه وشيلات الحاجات دي كلها. وعندها النشاب اهي اللي هي السيليكون. بصوا دي حاجات لعجينه السكر. الادوات دي انا ما جبتهاش على فكره، والله عايزه اجيبها. يعني في حاجات انا عايزه اجيبها، يعني انا عايزه اشيل حاجات كتير من هنا وانا ماشيه. ده الطقم ده حلو جدا. وفي الطقم ده بس مش عارفه الكاميرا ما تعرفش اسعارهم ايه. السعر مكتوبه اهو 50 جنيه، دي 50 جنيه. ودي زي مشرط او سكينه او حاجه كده بيستخدموها برضو لعجينه السكر. انا عشان ما استخدمتش، لاني انا ما اشتغلتش في عجينه السكر كتير بصراحه. وده طقم. وديت السكلابر اللي هو المعدن دي اهي، اوريها لكم مش عارفه اطلعها. دي سعرها 75 جنيه. في هنا بقى دي جميله قوي. ديت لو هتعملي اللي هو القباط والحاجات دي، بيبقى عايزه اسباتولات صغيره قوي زي كده. 35 جنيه الواحده. وسكينه الفاكهه، بصوا سكينه اهي. وفي دي برضو دي دي ب50 جنيه. بصوا هنا برضو في الشكل القمر ده بالونه اللي بتعملي بيه البالونات. ده بتحطوا فيه عجينه السكر الوان وبتطلع لك شكل البالونه. بصوا مش عارفه اوضح لكم ولا لا. ده حلو قوي. لا بتحطي فيها او ممكن شوكولاته، ومكان هنا في مكان بتعملي منها البالونات. وفي هنا الطبرات بقى، طبرات جاهزه. ده ورق كوشيه، ده جاهز غير قابل للاكل. في عندها قابل للاكل زي ده. بصوا ده قابل للاكل مش كده، ده قابل للاكل اهو، لكن ده غير قابل للاكل. ده كوشيه
او ورق جلوسي. ماشي. عندها بقى اهو نادي الاهلي، عشاق نادي الاهلي، وعندها محمد صلاح، وعندها الزمالك كمان، عندها كله عشان ايه نراضي جميع الاطراف محدش يزعل. والكوره طبر الكوره كمان. وبصوا الكرتونات بقى الاطفال بيحبوها كلها اهي، كل الطبرات اهو. هواني كمان موجود هنا اهو، بصوا يعني اشكال كتيره قوي من الطبرات. وبصوا دي الستيك اهي بتحطيها في الايس كريم، العصيان اللي هي الستيك ديت عشان تعملي بيها المولد سيليكون اللي انا وريته لكم. وهنا دي كلها بقى اسباتولات اهي بجميع الاحجام بقى والاشكال، ومضرب اليدوي. كل ده بقى شغل الصابليه اهو، الحاجات الجميله دي. القمر من اول الصغيره خالص بصوا. وفي دي اللي هي بتاعه البورمه، بتاعه الكنافه البورمه. بصوا دي اللي بنلف عليها الكنافه اللي هي لا مش البورمه، الكنافه اللي هي عش العصفوره. عش العصفوره اهي بصوا بتلفوها عليها كده، جميله قوي. موجوده عندها برضو زي ما انا قلت لكم، دي اللي هي القابله للاكل. في هنا بقى كل الشغل الفخار، كل الشغل بقى الفخار، الحلل والصواني والطواجن الصغيره اهي، مقاسات الصغيره والحاجات دي. ودي اللي احنا قلنا عليها الطبر اللي هو البجعه، هي بتتفرد، بتتفتح كمان وبتتفرد. تمام. عايزه اقول لكم كمان عندها شغل رمضان كله، كل شغل رمضان. بصوا في عندها في هنا دي اهي الصواني، وفي العلب دي كلها بقى، الحاجات دي كلها، وعلب التورت تحطي فيها التورت جميع الاحجام، الصغيره الميني والكبيره. بصوا ديت الميني اهي، الميني اهي، دي الميني تورته هنا كده. اسعارهم بقى انا مش عارفه الاسعار بتاعتهم ايه. في بقى العلب اهي، كل دي اكليريك صح، كل ده اكليريك كده اهو. الصاجان كمان اهي موجوده، ده الصاج 40 في 60، 40 في 60 مش كده، ده 240 جنيه ده اللحام. وفي المطبخ وده المنخل. بصوا في طقم الصواني اهو، طقم الصواني اللي هو ده طقم الصواني اللي هو 20 في 20 و30 في 30 و25 في 25 تقريبا و30 في 30 تقريبا. هي دي المقاسات 20 في 20 و25 في 25. اسعارهم ايه بقى؟ يعني دول عايزين يتاخدوا كده مره واحده كده عشان ايه؟ في بقى المفارش اهي، مفرش السيليكون، كل المفارش موجوده. ده 40 في 40 ما شاء الله، ده ب 200 جنيه. وده اللي هو الصينيه الكبيره بينزل 20 جنيه كل ما بيقل. كل ما مقاس ما بيقل بينزل 20 جنيه، يعني 30 في 40 ب 180 جنيه. واخدين بالكم؟ طبعا انا اوريكم هنا الصواني اهي، الصواني كلها. وفي هنا دي صواني الكنافه، بصوا الفرن بتاعت صواني الكنافه. جميله جميله. بصوا الاحجام بتاعتها. ده طقم على بعضه ولا ممكن بالواحده؟ هو ده في ترتيب القطعه اهو، المقاس الكبير الصغير كله ده اللي متوفر دلوقتي. ده بالقطعه، ده اللي بالقطعه. بصوا القطعه دي ب 50 جنيه، مقاس 20. دي الواحده مقاس 20. وفي صواني هنا البسبوسه برضو، وفي القطاعه بتاعت التشيز كيك. قطعه التشيز كيك اهو. ديت انا كنت جايباها استخدمتها معاكم قبل كده في الجاتون المثلثات. دي رقم 12 وناحيه 10. دي سعرها كام؟ ب 100. دي سعرها 100 جنيه. وفي بقى الاشكال اللي هي دي اللي هي الستانلس اهي. دي فرن بقى بتعمل فيها ميني تورته على شكل قلب 4. ممكن يتعملوا فور سيزون. ودي برضو اهي، دي في ناس بتستخدمها للسينابون عشان يطلع المقاس مظبوط. دي موس واكلير، دي عشان الاكلير. والمفرش برضو، في المفرش عندها اللي هو المفرش الحراري ده في شكل الاكلير مش كده. وفي القطاعات كلها زي ما انا قلت لكم، القطاعات موجوده اهي.
بصوا دي حاجه رمضان كلها اهي، هي هتوريها لكم اهي. بصي دي بوله بتشيل نص كيلو. دي بتاخد نص كيلو. القطعه دي ب5 جنيه. دي ب5 جنيه. ودي دي بوله برضو كنافه، بس هقول لك سعرها، هجيب منها دلوقتي. والعلبه دي دي بالغطا. دي بالغطا، دي لها الغطا بتاعها، بغطاها ب20 جنيه. كليريك على فكره، وكلهم بيستحملوا درجه سخونيه بسيطه يعني. بصي دي بقى شغل جديد لسه نازل السنه دي. دي حاجه الكنافه بقى اهي. بصوا دي بكام الواحده؟ بصوا دي برضو دي 4 عين وال3 عين ب20 القطعه. ال4 عين و3 عين القطعه ب20 جنيه. وفي دي 2، دي 2 عين ب18 جنيه. مش عارفه واضحه ليكم. الله جميل قوي ده، شكله حلو. ب 12 المربعه دي هتطلع برضو غالبا ب 12. واللي تحت دي ب 12 اللي هي دي. بس بقى في دول، في دول اللي هم بيبقوا 2. بصوا منفصلين كده عن بعض اهي. دي بتشيل نص كيلو، دي نص كيلو. دي ب7.5 القطعه. دي الواحده ب7.5. ودي ما شاء الله اكبر، دي بتشيل كيلو بقى، بما ان دي نص كيلو يعني دي صغيره. دي نصها هتلاقيها بالظبط كيلو. جميله قوي، شكلها حلو. 12 جنيه. دي ب 12 جنيه. ودي ب 12. بصوا دي 3 عين، دي 2 عين ودي 2 عين، دي 3 اهي. دي بكام؟ 12. دي ب 12 برضه. 12 ودي 12. في حاجات برضو لسه هنجيبها. في حاجات تانية موجودة، في حاجات كتير في المخزن بالنسبة لشغل رمضان يعني. وعندها على فكرة ورق الكب كيك الصغير. بصوا بس ما نشوف دي. دي ما شاء الله كبيرة، 4 عين. بصوا دي 4 عين اهي كبيرة. في دي السنة اللي فاتت في ناس خدتها الكحك والبسكوت. ممكن تحطي فيها كحك وبسكوت وحاجات زي كده. ممكن تستخدميها رمضان بقى للكنافة والحاجات اللي زي دي ب 18. دي ب 18 جنيه وال4 عين ب20. في بقى اللي هي الكبيرة دي سيزون بغطا بقى، اللي هي الحاجات الموجودة الأصلية بتاعت موجودة على طول. بصوا في القمع بتاع البسكوت الكبير اللي هو رقمه ايه؟ رقمه 3 دي اهو. بصوا 3 استنى اهو، انا هحاول اظبطه لكم من الكاميرا اهو. شايفينه 3 دي، ده بتاع البسكوت الكبير. ده الواحد بكام بقى؟ بكام الواحد؟ الواحد ب20 جنيه. بصوا في مع كلها كل بقى الاشكال موجوده عندها اهي. وفي القطاعات، بصوا دي قطاعات صابليه حلوه قوي. وده الحجم الصغير ب15. ده رقمه كام؟ ده مكتوب عليه 1 دي 1. ده 1 دي اهو. بصوا ده 1 دي بس مش باين قوي في الكاميرا. ده اللي هو الوسط او الصغير، بس في ناس شغاله بيه برضو. بصوا ده بتاع الورد، بيعمل الورده الملفوفه اهو الشكل ده. ثانيه هوريه لكم. ده اهو. بصوا مش عارفه باين ولا لا. وده برضو اهو، ده بتاع الكتابه. في اللي بتحشي بيه الاكلير اهو. كل الاقماع اللي انت عايزاها هتلاقيها موجوده عندها. بصوا اشكال كتيره جدا. وبتاع البسكوت طبعا حلو قوي. بتاع البسكوت ده انا عايزه ابقى اخد ليه اهو. ده بيعمل الورود بقى والحاجات دي كلها اهي. بصوا الاشكال كلها ما شاء الله، اي شكل انت عايزاه هتلاقيه موجود عندها. والقطاعات اهي بتاعت الكحك. بيعمل ورده بصامه، دي البصامه بتاعت الكحك. بيعمل ورده ملفوفه بس كبير. دي الورده الكبيره، والصغيره منها اهي. هي دي. وفي اصغر كمان يعني، كان في مقاس اصغر هتلاقيه هنا. وفي بقى الاقماع الصغيره هنا، صغيره للكب كيك. ودي بصوا دي بتاعت الورده البلدي الصغيره. دي الورده البلدي اهي. ودي الورده البلدي الكبيره برضو. في مقاس تاني ودي برضو بصوا بتاعت العروسه. دي ايه؟ بيزينوا بيها. دي انا ما جربتوش القمع ده، انا ما جربتوش قبل كده بصراحه. بصوا بقى في قمع حاجات تانية. دول دي بتعمل اسمها عروسه، بس
بس في بيعملوا بيها دانتيلا للتورته. الكورنيش بيعملوا أيوة. بيها الكرانيش. هي اسمها ضغطة. اعماق عروسه عشان بتبين. بصي اشكال العروسه. بتعملي بيها الاشكال دي. بصوا شايفين الرسمه بتاعتها دي؟ الرسمه بتاعتها اهي، دي كلها مع صغيره. ومعاها دي بتاعتها بتدخليها في الكيس اهي. ده الطقم على بعضه ده ب35 جنيه. انا عايزه اقول لكم ان الطقم ده موجود عندي، هبقى اوريهولكم. هبقى اعمل لكم فيديو عندي بايه الحاجات اللي تستخدميها ان شاء الله لو بتعملي مشروع تورت وحلويات، ايه الاساسيات اللي تكون موجوده عندك. عايزه اقول لكم ان الطقم ده انا شارياه من تقريبا سنتين، كان ب55 جنيه، يعني من 55. شوفوا دلوقتي ما شاء الله سعره 35 جنيه. كويس ان في حاجه بتنزل يعني. بس دي بالنسبه بقى للقطاعات، برضو في قطاعات اللي هي دي اشكال دي كلها، كل ده قطاعات اهي، نص دايره. الناحيه شكل هنا طبعا في بصوا المناقيش دي طالعه جديده على فكره، بتاعت بقى الكحك اهي. دي العاديه اللي احنا متعودين عليها. بس دي تستخدميها ازاي؟ هي كبيره يعني. ويرجع لورا عشان تعرفي. بلاستيك بيرجع لورا. بيرجع لورا وتبداي تستخدميها. كل ده كده مناقيش. بصوا ورق الكب كيك، ورق الكب كيك الصغنن قوي اهو. بصوا صغنن قوي ده، تحطي فيه الحاجات الصابليه الصغننه قوي دي، او ممكن لو هتعملي كيك بوبس من غير اللي هو العصايه بتاعته او الستيك بتاعته. بصوا في اشكال كتير بقى عندها من الكب كيك. عايزه اقول لكم ان المحل هنا ليه فرع تاني بيبيع كل العلب والقواعد والورق ترانسفير والفاكيوم والحاجات دي كلها تبعهم برضو تبع المحل هنا. بس انا بوريكم الحاجات اللي هي الادوات دي، لكن كل العلب والحاجات دي هتلاقوها موجوده برضو تبعهم هنا تبع المحل. بصوا دي بتعملي بيها، دي برضو سيليكون اهي، بتعملي بيها شكل الورده اهي. شايفين بعجينه السكر، شغل عجينه السكر كل ده اهو. دي القطاعات. بصوا بتعملي نفس الرسمه دي كده بالظبط. دي ب130 جنيه ما شاء الله. اتنين هنظبطهم مع بعضهم مع الارقام والله. يعني ده طقم مع بعض. الاتنين دول. بصوا الاشكال دي برضو اهي. في البرواز ده تحفه جدا. ده بكام بقى؟ ده ب35 جنيه. تحفه جدا جدا. ده انا عايزه اجيبه ده على فكره. ده البدله والفستان اللي هي بتبقى بتاعت العروسه. والله دي انا شفتها بس ما عرفتش بتاعت ايه بصراحه. في الناحيه بدله اتنين مع بعض. دي البدله تعملي شكل البدله. بصوا وده الفستان، فستان العروسه. ايوه كده. ده طقم مع بعض. في طبعا كل بتاع العلب كلها او الازايز اللي هي بنسقي بيها السيرب عشان نسقي بيها التورت والحاجات دي كلها موجوده. كل الكماليات عموما موجوده عندها زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. المحل ايه في كل حاجه. دي قطعات دي قطعات اهي جميله جدا، بتديكي نفس الشكل ده. ممكن تستخدميها لعجينه السكر او السابليه. الناحيه كل ناحيه ليها شكل مختلف. بصوا الرسمه دي غير الرسمه دي. ساده، ناحيه ساده وناحيه بيبقى فيها نقشه، يعني زي دي ناحيه فيها نقشه والناحيه التانيه ساده. لا فيها رسمه تانيه خالص. فيها الناحيتين تقلبيها. دي جديده على فكره. دي بكام دي؟ بصي دي بتتقلب عشان لو انت عايزه الناحيه الثانيه تروحي قلبها فيها الناحيه الوش اللي انت عايزاها.
اللي احنا كنا ماسكينها. ما انا وريتها لهم دي. لكن بصوا العصيان بتاعه الكيك بوبس اهي. ايوه دي ب 15 جنيه، حلوه جدا. عايزه ابقى اجربها، انا ما جربتهاش قبل كده. انا عملت الكيك بوبس معاكم بس من غير العصايه بتاعته. بصوا في عندها كاسات برضو وكوبايات، اطقم كاسات وكوبايات اهو. وفي العلب دي، بصوا البطرمانات دي اللي بنعمل فيها حلويات وكيكات برضو بالكريمه، وبنربطها من هنا باللي هي شريطه الكتان. دي بتتباع في المحلات غاليه جدا على فكره، اللي هي البطرمانات دي بنعمل فيها. او دي اهي بصوا، دي بتتباع غاليه في المحلات، تشتريها بتكون غاليه قوي. ممكن احنا نجيبها ونعمل، لو انت بتعملي مشروع من البيت بتجيبيها وتربطيها بشريطه كتان من هنا وبتعملي فيها الحلويات وبتبيعيها. بصوا دي برضو اهي. او ممكن للكيك بوبس، او ممكن بصوا بنحطها لما بنعمل تورتيه دورين وكده، صح؟ مش دي ممكن دي كرتون. دي ب7. دي اللي هي الدويل اللي هو للتورتيه الدورين بس. ودي الجوله بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم زي ما انا قلت لكم كده، في محل تاني تبعهم في العلب والقواعد وورق ترانسفير وفي حاجات كتيره جدا جدا. ان شاء الله نبقى نصور عندهم في مره تانية هناك بقى في المحل التاني ان شاء الله. اتمنى تكون الجوله عجبتكم، وانا تعبت معايا منى. هي حد عسل جدا، لو شفتوها تحبوها قوي والله. صاحبه المحل ما شاء الله، وحاجتها حلوه قوي. وعايزه اقول لكم ان هي بتبيع جمله. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك لو اول مره تشوفوني، واسيبكم في رعايه الله، وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.